ودخلت ريهام المكان اللي كان عامل زي الكافيه، وكريم قال لها: انت يلا اخرك كده يا ست ريهام، هو انت مش عارفه ان في ميعاد ولازم تبقي موجوده في الميعاد بالظبط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا كريم، انت عارف ان انا بخرج من بيتنا اصلا بالعافيه، وبعدين انا مفهمه اهلي ان انا بشتغل ريسبشن في مستشفى، وبخرج اصلا بالعافيه كمان. امال لو عرفوا بالشغل ده هيعملوا فيا ايه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، مش وقته خالص الكلام ده. يلا ادخلي، يلا عشان الناس موجوده جوه، يلا اتفضلي. بقول لك ايه، انا المره دي هاخد 20%. انت كل مره بتضحك عليا وبتديني 10 بس، وانا بسكت. يا اما بقى تروح وتشوف لك واحده تانية تقوم بالدور بتاعي. بقول لك ايه يا حبيبتي، انت هتدخلي معايا وهتمثلي الدور بتاعك لحد لما اعدي بالصفقه بتاعتي، وهتاخدي ال10% اللي بتاخديهم وانت ساكته، لانك عارفه لو مشيتي انا هلاقي 1000 واحده تعمل اللي انت بتعمليه ومن المبلغ اللي انت بتاخديه ده يمكن اقل كمان. يبقى يلا يا حلوه، قدامي على جوه، يلا وانت ساكته، يلا يا ريهام، يلا يا حبيبتي، رمضان كريم يا قمر. بصيت له ريهام بغيظ وغل ومشيت قدامه، وكريم راح عند الناس الخلايجه اللي كانوا مستنيينه وقال لهم: انا اسف جدا جدا يا جماعه، اسف ان انا اتاخرت عليكم، اصل انا كنت بجيب السكرتيره بتاعتي من بره، اصلا ما كانتش عارفه المكان. احب اعرفكم، ريهام السكرتيره بتاعتي ومديره اعمالي. بسم الله ما شاء الله، ايش هذا الجمال يا كريم بيه. ابغي سكرتيره مثل هذه والله، لو تتنازل عنها اكون مره شاكر ليك. يا خبر يا نواف فيه، ده انت تتفضل ريهام ومن غير اي حاجه كمان. ريهام بصت له بغيظ وهو غمز لها وقالت: اهم، ميرسي يا ابو نواف، كلك ذوق والله، بس انا ما اقدرش اسيب كريم بيه، وبعدين انا من عيله عمرهم ابدا ما يوافقوا ان انا ابعد عن هنا. والله عيله بتفهم كتير. اسمعي يا نسا ريهام، أنا موجود في أي وقت، لو تبغي تسافري دبي في أي لحظة أنا بسفرك. طب خلينا بقى في الشغل يا حاج، وخلينا نمضي العقود. والله ما امضي ولا عقد غير لما الأنسة ريهام تيجي وتقعد جنبي. كريم بيجز على أسنانه وقال لها بصوت واطي: قومي يا ريهام، قومي اقعدي جنبه وخلصينا. على صوته: قومي يا ريهام، قومي يا حبيبتي، قومي اقعدي جنب أبو نواف، يلا. وراحت قعدت جنبه. وبالحارة المسحراتي كان عمال بيلف عليهم عشان يصحيهم عشان السحور. وعند عبير في البيت كانت صحيت عشان السحور. دخلت المطبخ وخرجت قالت لمحمود جوزها اللي كان قاعد بيتفرج على التلفزيون: يا نهار أبيض يا محمود، انت قاعد بتتفرج على المسلسلات وما جبتش الفول اللي انا وصيتك عليه؟ ينفع كده؟ استغفر الله والله، امال احنا هنتسحر ايه دلوقتي بس؟ في إيه بس يا عبير؟ كل ده عشان ما جبتش الفول؟ يا ستي بلاها فول، اعملي جبنة وبيض اللي موجود عندك في التلاجة يا عبير، مش قضية يعني. وبعدين أصل القنوات جايبة شوية مسلسلات السنة دي، إنما إيه، عسل قوي، وكل مسلسل بيشد عن التاني. يعني هو ده اللي انت فالح فيه يا محمود، ما تجيبش السحور عشان تتفرج على المسلسلات؟ يا حبيبتي بقولك مسلسلات حلوة قوي، تعالي، تعالي اتفرجي معايا على المسلسل اللي شغال ده، تعالي يا بيرو تعالي. بالله عليك يا محمود سيبني، سيبني دلوقتي بقى لما اشوف انا هعمل ايه، عشان انا كنت ناوية ان انا اجيب مامتك تتسحر معانا، لما انزل لها بقى اشوفها تتسحر ايه. نزلت عبير عند حماتها اللي كانت ماسكة المصحف وعمالة بتقرا فيه، وعبير قالت: مساء الخير يا ماما، انا كنت جاية اقولك تعالي تسحري معانا انا ومحمود، بس معلش بقى مفيش فول عشان محمود نسي يجيب. صدق الله العظيم. طب يا حبيبتي ما تيجوا انتوا يا عبير، وهو نبعت لمختار وسماح هنا كمان ينزلوا يتسحروا معانا، ونبقى لما كلنا. وتطمني، أنا عندي الفول وكل حاجة في المطبخ يا حبيبتي، يعني هو هيبقى في الفطار وفي السحور كمان وكل حاجة عندك. المفروض بقى احنا نشيل شوية. تشيلوا ايه بس يا عبير يا بنتي، ده انتوا ولادي، وبعدين ده انا بعمل للغريب مش هعمل لولادي ومراتاتهم يعني. يلا حبيبتي، يلا نادي على جوزك وانا هرن على مختار ينزل هو وسماح. وفعلا اتصلت على مختار اللي كان نايم، وسماح بتصحيه: مختار، يا مختار، قوم امك بترن، اكيد هتقولك ننزل نتسحر تحت عندها، قوم بقى رد عليها. استغفر الله العظيم، هو الواحد ما بيعرفش ينام في البيت ده؟ يا ناس، يا ناس مش عايزه اتسحر، قولي لها ان انا مش نازل، انا ماليش دعوه، خد انت رد عليها وقول لها
هاتي يا أختي. هقول لها هو أنا أخاف يعني؟ مسك التليفون، وأول ما فتح قال: ألو. أيوة يا ماما، عايزانا ننزل نتسحر؟ حالا يا حبيبتي، حالا هننزل أهو. قفل معاها، وسماح كانت واقفة مربعة إيدها وقالت: هم، لا والله. أمال فين اللي كان عمال يزعق ويقول عايز أنام ومش نازل؟ ولا هو كلامه خلاص؟ صحيح، ناس مش بتيجي غير بالعين الحمراء. غوري يا سماح، غوري مش وقتك، يلا بينا ننزل لها. وبيت منال اللي كانت بتصحيه وقالت له: صلاح، صلاح انت يا راجل، اصحى عشان تتسحر. طب يا منال، لما تجهزي السحور صحيني، روحي صحي العيال يلا الأول. وراحت منال على أوضة البنات وبصت على سرير ريهام. يا لهوي، هي البت دي لسه ما جاتش؟ ده انا قايله لها ما تتأخريش النهارده، ده ابوها لو عرف هيطين عيشتنا. قومي يا بنت يا مروه، قومي فزي. في ايه يا ماما؟ في ايه؟ في حد يخد حد كده برضه؟ عايزه ايه يا ماما؟ قومي يا بت، قومي اتصلي على الموكوسه اختك دي، شوفيها ما رجعتش ليه لحد دلوقتي، قبل ما ابوكي يعرف انها مش موجوده هنا في البيت. قومي، قومي يا اخرة صبري. يا ماما، يا ماما ما هي في شغلها، وهي بتشتغل في المستشفى، يعني وارد جدا انها تبات هناك. تبات؟ تبات فين؟ هو انتي مش عارفه اننا محرجين عليها ما تتاخرش؟ رن عليها، رن يلا شوفيها فين. يلا يا اختي. يا مراري منكم، هروح منكم فين؟ انا هتطلق بسببكم انا عارفه. الله، وانا مال انا؟ هو انتي كل حاجه تحصل تجمعيني معاهم ليه؟ هو انا بعمل حاجه؟ ما انا قاعده غلبانه اهو يا ناس، ده ايه الناس دي بس يا ربي. وبعدها مشيت وراحت على المطبخ وبيت عم ابراهيم بتاع الفول اللي كان بيلم حاجته، وكان معدي عليه كمال واخوه حازم جيرانه. وكمال قال: ازيك يا عم ابراهيم؟ ايه يا راجل يا طيب، تحب اساعدك في حاجه؟ انا شايفك كده بتلم الفرشه بتاعتك. اه يا كمال يا ابني، انا بلم الفرشه عشان بقى الفجر خلاص قرب يأذن والناس هتبتدي الصيام. طب يلا، يلا انا هشيل معاك الحاجه ندخلها جوه. يلا يا حازم، يلا ايدك معايا يلا. كتر خيرك يا ابراهيم انت وحازم. انا مش عارف اقول لكم ايه يا اولاد، ما نحرمش منكم ابدا. ما تقولش كده يا عم ابراهيم، ده احنا جيران وولاد حته واحده، وبعدين اعتبرنا زي مصطفى الله يرحمه، ولا احنا بقى مش زيه؟ يا نهار ابيض يا ابني، ده انتوا غلاوتكم من غلاوة الله يرحمه يا رب. اهو كان زمان ولو كان موجود كانت ايده بايدي. يلا، الحمد لله على كل حال. الله يرحمه يا عم ابراهيم. تعيش وتفتكر يا راجل يا طيب. تعالى، تعالى يلا شيل معاك، يلا يا حازم. حازم فضل يشيل مع كمال، ولمح ريهام كانت راجعة من بعيد بتقرب ناحية بيتهم، وقال لكمال: طب بقولك ايه يا كمال، دخل انت الحاجة مع عم ابراهيم، وانا اروح اعمل حاجة كده وراجع. وفضل يدخل كمال الحاجة مع ابراهيم، وحازم طلع جري على ريهام. أنسة ريهام، يا أنسة ريهام. وقفت وبصت له. هو كمل كلامه: ازيك عاملة ايه؟ راجعة من فين كده في الوقت المتأخر ده؟ أفندم، وانت مالك، انت راجعة منين ولا رايحة فين؟ انت بتسألني ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت حد عينك عليا ولي ولا ايه؟ لا 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 خالص. والله انا بس مستغرب، يعني بنت حلوة زي كده وراجعة في وقت زي ده، واحنا من حارة واحدة وكده يعني، فانا قلت اسأل يعني واطمن. احنا اولاد حارة واحدة، بس زي ما بتقول كده ما بيدكش الحق انك توقفني وتكلمني وتسألني راجعة منين ورايحة على فين. يا ريت حضرتك بقى تخليك في حالك وما تسألنيش مرة تانية، ممكن ولا لأ؟ بعد إذنك. وسابته ومشيت من قدامه، وهو قال لنفسه بتنهيدة: وبعدين معاك يا بنت عم صلاح؟ وبعدين ليه مش عايزة تديني فرصة إن أنا أقرب منك؟ بس برضه ماشي. الصبر يا حازم، الصبر. وبيت عم إبراهيم، كمال شاف هبة بنته وهي كانت بتاخد منه الحاجة. ازيك يا أنسة هبة، عاملة ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله يا أستاذ كمال. عنك انت هات الحاجة دي. لا لا بلاش، أصلها تقيلة شوية عليكي، قوليلي بس أحطها فين وأنا أحطها، بلاش تشيليها انتي. شكرا كتر خيرك. طيب ممكن تحطها هنا، معلش. كان بيتكلم وهو بيبص في عيونها، وهي لما لاحظت كده اتكسفت منه، وهو حط الحاجة وقال لها: "آم، مش محتاجة أي حاجة، شكرا يا أستاذ كمال، ربنا يخليك يا رب". ودخل إبراهيم: طب أستأذن أنا بقى يا عم إبراهيم، مش عايز أي حاجة تانية أعملها لك، يعني لو في أي حاجة قولي، أنا أنفذها لك على طول، أنا زي ابنك برضو. ربنا يخليك يا ابني. بس أنت رايح فين كده؟ أنت هتتسحر معانا أنت وحازم؟ قال له: هو راح فين؟ يلا يا هبة،
يلا يا بنتي حضري السحور يلا. حاضر يا بابا حالا. لا 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 مش هينفع يا أم إبراهيم، أنا همشي عشان الحاجة لوحدها في البيت، وإحنا هنتسحر معاها أنا وحازم. يلا أشوفك على خير. مع السلامة. مع السلامة يا نسا هبة. طيب يا ابني، مع السلامة. ومشي كمال وهو بيفكر في هبة، وهي كمان كانت بتبص عليه وهو ماشي. وراح لحازم اللي قال له: اياض، مالك واقف كده ليه؟ في ايه يا حازم؟ مفيش يا كمال، بس كانت ريهام راجعة من بره دلوقتي وبسألها كنت فين، هبت فيا. هو أنا مش قايل لك يا ابني سيبك من البت اللي باصة في العالي دي؟ انت عارف انها طول عمرها باصة فوق، وعمرها ما هتفكر فيك أبدا. يعني أنا لازم أكون راكب عربية آخر موديل عشان أعجبها ولا إيه؟ مش فاهم أنا. يلا بينا. يلا أنا عارف حظي كويس. يلا. ودخلت ريهام الشقة عندهم وهي بتتسحب عشان محدش يحس بيها. فجأة لقيت اللي بتشدها من شعرها على أوضتها. صرخت ريهام: يا ماما شعري، شعري انتي ماسكاني كده ليه؟ سيبيني بتوجعيني والله. كاتك قوي يا بت، ده أنا هقطم رقبتك على صدرك دلوقتي. انتي كنت فين لحد دلوقتي يا بت انتي؟ انطقي، انطقي بدل ما اجيب روحك في ايدي. انطقي كنت فين؟ انت عارفه يا ماما ان انا كنت في الشغل. هكون كنت فين يعني؟ يا ماما، هو انا بروح فين غير الشغل؟ الله بقى، هو انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ هو انا مش قايلالك بلاش تتاخري بره الوقت متاخر؟ ده انا حمدت ربنا ان ابوكي نايم وما حسش بعدم وجودك. يقل منك لله. انت عارفه، طلاق يا بنت هيكون على ايدك. طب والله يا ماما انت الكسبانه. ايه يعني طلاق؟ ده حتى ما فيهاش حاجة يعني لما تبقي مطلقة. يا بنت عايزة أنا أطلق يا بت؟ يا اللي منك لله انتي، ايه البرود اللي عندك ده؟ تتجننتي ولا ايه عشان تكلميني كده؟ يلا يا بت، يلا روحي غيري قبل ما ابوكي ما يصحى وتبقى مصيبة. خلاصي يا أختي. وانتي يا زفتة يا اللي اسمك مروة، يلا ادخلي صح أخوك عشان يتسحر معانا. هو أنا ألاقيها منين ولا منين بس يا ربي؟ ملكه لله. مروة بتضرب كف على كف وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب ارحمني من عيلة المجانين دي. هو ايه في ايه؟ ودخلت على اخوها اللي كان بيشرب سجاير وفتح الكاميرا بتاعت التليفون وبيقول: ايوه كده، حلو قوي. لفي بقى كده، وريني الجمال يا قمر. ايه الحلاوة دي؟ لفي بقى عشان ابعتلك كارت شحن. مروة بصدمة: يا نهارك اسود ومهبب على دماغك؟ انت بتعمل ايه يا خالد؟ يا ختي الله، انت بتعمل كده في رمضان؟ في رمضان؟ يا اللي منك لله. خالد رمى التليفون من ايده وقال: في ايه يا مروة؟ انت ازاي تدخلي عليا كده؟ هو انت مرة تدخلي عليا غصب وامك مرة؟ انتوا عيلة وش بصحيح والله. طب كويس ان انا اللي دخلت عليك يا زبالة. انت انت ايه يا واد اللي انت بتعمله ده؟ يخرب بيتك، ده احنا في ايام مباركة. ده انا هروح ابلغ بابا حالا باللي بتعمله. خلاص خلاص يا مروة، اخر مرة مش هيحصل تاني. خلاص، بس بلاش تقولي لحد، بلاش بالله عليكي، عشان خاطري. انا مش مصدقة، بس ماشي، على الله تعملها تاني. في رمضان؟ في رمضان يا اللي كتفك؟ انا مش مصدقة. يلا، يلا واد عشان تطفح، عشان الصيام بكرة. ولا إن أشك إنك بتصوم أصلا. منك لله، منك لله والله. ما خلاص بقى يا مروة، غوري بقى يا شيخة، جاتك الهم. وبعدها كل واحد في بيته كان بيتسحر، وطلع يوم جديد على أهل الحارة وبيت عم إبراهيم. دخلت هبة عشان تصحيه، بس لقيته وقع في الأرض. ساعتها صرخت وقالت: يا ترى إيه اللي حصل؟ خلونا نكمل الحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير إن شاء الله. باي باي.